يا عم الحاج، لما تبقى مجوز بنتك مع سلايف في بيت عيلة، تبقى تروح لها في المواسم والأعياد، عشان سلايفها لما انت ما بتروحش اهاليهم بيروحوا لهم بيتريقوا عليه، بيفضلوا ينخبوا كده ويفرشوا ده ابويا جاب لي، ده امي جابت لي، ده عملت لي، بيحرقوا دم بنتك. فانت روح اجبر بخاطرها، ما تسيبهاش كده وخلاص، واخد بالك؟ اجبر بخاطر بنتك، وانت يا حاج ما تسيبيش بنتك كده. بنتك بينحرق دمه من سلايفها، السلايفها اللي بيحرقوا دمه، وكده غلط. خلي فيه انسانيه كده، ما تهمليش. بنتك بينحرق دمها من سلايفها، سلفتها تبقى فرشه كده، ده بابا جاب لي، ده ابويا جاب لي، ده امي جابت لي، ده مش عارف ايه. وده اللي بيحصل في الحياه اللي احنا فيها ده. فانتي ما تهمليش في بنتك، وانت يا عم الحاج ما تهملش في بنتك. الله يهديك، الله يهديك انت. فيا ريت، يا ريت تصلوا على النبي وتشير الفيديو. والسلام عليكم، وكل معلومه وصلت.